عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة معكم في التفصيلة. النهاردة هنتكلم عن لاعب بيصنف من أفضل لاعبي الدوري المصري، لاعب محترف مجاش ولا دخل زيه في مسيرة النادي الأهلي كلها على مر العصور. ممكن أنا وأنت وأي حد تاني نختلف عني إن في لعبة كتير جامدة محترفين جت النادي الأهلي، بس اللاعب ده مستحيل أهلاوي أو حتى زملكاوي يختلف عليه. لاعب مفيش أي لاعب في مر العصور القديمة دخل النادي الأهلي وحط بصمة ووضع بصمة زي اللاعب بتاع النهاردة. مفيش أهلاوي ولا حتى زملكاوي يقدر يختلف على أخلاقه، على إمكانياته، على كل حاجة ممكن تتخيلها. لاعبنا هو النهاردة محمد الشناوي بيقول على الكبير التونسي علي معلول ايه؟ تونس. علي معلول هنا اسم كبير. انا لو اتكلمت على علي معلول ممكن اتكلم لبكره الصبح، يعني عشان هو مش بالنسبه لي كلاعب، لا هو اخ واكتر من اخ كمان، عشان احنا بقالنا 8 سنين مع بعض. انا بالنسبه لي علي مهم جدا في الفرقه بخبراته. يعني انا اكني ان هو طبعا تونسي، بس اكنه هو مصري بالنسبه لنا. وانا طبعا يعني علي بيبقى واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، وتاريخ النادي الاهلي عمل تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي، ودايما على طول مع بعض، ودايما بناخد بطولات مع بعض، ودايما هناخد كمان بطولات اللي جايه ان شاء الله. ويعني لو كلمت زي ما قلت هكلم لبكره الصبح، يعني ده حقه ولازم نقوله. وهو طبعا من كباتن الفرقه، ويعني يا رب دايما يبقى موجود وعلى طول بيجيب بطولات. الكبير كبير وعلي معلول بقى واحد من ابناء الاهلي، يعني عنده الدي ان ايه وعنده الجينات بتاعه الاهلي اللي اكتسب بيها حب وتقدير واحترام جمهور الاهلي وعشق جمهور الاهلي. علي معلول بقوا بيعتبروه واحد من ولاد النادي، واحد متربي جوه النادي، وده عمله باخلاقياته وشخصيته واحترامه وفنياته خلال ال8 سنين اللي قضاهم في الاهلي حتى الان. عشان كده كل الناس وكل الجمهور الاهلاوي يفتخر بوجودهم في صفوفه. ومن الحاجات اللطيفه والجميله ان علي معلول يعني واحد من اللعيبه التونسيين اللي سطروا اسمهم وخلدوا اسمهم بشكل هايل وبشكل جميل جدا في تاريخ النادي الاهلي. واحد علي معلول تحفه بصراحه، باص هايل. خد بالك هو مش اوفر، هو حاططها ما بين السته وبين الحارس، هايله. حاططها في توقيت كمان في توقيت مثالي. لا باص امام هو مش مؤثر على المرمى زي باص علي معلول. لا علي معلول في استلم وعمل ايوه استلم بسرعه على طول، عمل باص بسرعه، رؤيه لعبها في مكان كويس قوي. تمام، فهي دي فعلا اللي يتحط لها شابوه بتاعت علي معلول. ايوه صح. علي معلول، هل انت حضرتك شايف ان علي معلول الاهلي محتاجه؟ علي معلول من اللاعبين المبدعين اللي اثروا كتير جدا على اداء النادي الاهلي وعلى نتائج النادي الاهلي طبعا، وانه هيفيد النادي الاهلي. مين اكتر واحد كده علي معلول؟ ايه؟ علي معلول تقيل، لعيب تقيل قوي. لعيب تقيل قوي. تقيل. يعني يشيل فرقه. علي من مواليد 1990. علي كان زي كل الناشئين في أي قطاع من قطاع الأندية، بدأ يتدرج في المراحل السنية مرحلة لحد ما وصل لسنة موسم 2008-2009. كان خلاص الصفاقسي التونسي في الموسم ده فقد الأمل إن هو ينافس على بطولة الدوري السنة دي، فقرر المدرب وقتها فاتح الغربي، يا رب اكون بنطقه صح، ان هو يقرر ان هو يصعد بعض من الناشئين. من ضمن الناشئين اللي اتصعدوا كان علي معلول. ليه؟ لانه هو خلاص في الموسم ده فقد السيطره ان هو او فقد الامل ان هو يحقق الفوز ببطوله الدوري. لعب علي معلول اول مباراه ليه رسميه مع نادي الصفاقسي التونسي، شارك في اول مباراه رسميه ليه بعد ما تصعد من الناشئين ضد الاولمبي الباجي، ويا رب اكون بنطقه صح لان انا مش متابع جامد للدوري التونسي كده. المهم في الماتش ده لعب 90 دقيقه كامله. الماتش اللي بعده لعب ضد الاتحاد المنستيري، وكانت دي اخر جوله في الدوري التونسي، ولعب لمده 45 دقيقه علشان تكون 135 دقيقه مع المدرب. عدد المشاركات لاول مره مع علي معلول مع المدرب عشان يقتنع بيه تماما، يقتنع بموهبته وان هو مستقبل للنادي، عشان يقرر المدرب ان هو يبقيه مع الفريق الاول رغم انه كان سنه وقتها 18 او 19 سنه بالظبط.
علي بدأ في الموسم 2009-2010 مرحلة الإعداد مع الفريق الأول. بالفعل وشارك في موسم 2009-2010 مع الفريق الأول كلاعب أساسي معاهم. موسم 2009-2010 يبدأ علي الموسم مع المدرب كلاعب أساسي في الصفاقسي التونسي، ويلعب ما بين باك شمال ما بين جناح. المدرب كده كان مقتنع بموهبته وكان بيلعبه في أماكن أخرى. علي بالفعل يبدأ مع المدرب كأساسي كلاعب في الفريق أساسي، ويلعب في الموسم ده 15 مباراة بالكامل ما بين باك شمال ما بين جناح. المدرب بقي يجربه في اكتر من مكان وهو مقتنع تماما بيه. علي في الموسم ده سجل هدفين بس، والمدرب كان مقتنع جدا بامكانياته وبقدراته وحلوله الفنيه، لدرجه ان هو كان يلعبه مره باك شمال، مره جناح، مره نص ملعب ناحيه الشمال، لانه كان لاقي في علي عنده حلول كتير جدا. علشان الموسم اللي بعده موسم 2010-2011 يبدا علي معلول ومشاركاته كمان تزيد بالتوالي والتتابعيه، ويلعب في موسم 2010-2011 يلعب معاهم 20 مباراه كامله مع الصفاقسي. موسم 2010-2011 بدأت كمان تزيد عدد المباريات اللي بياخدها علي، ولعب لاعب أساسي، واحتل خلاص، هو سيطر على ناحية الشمال، باك شمال أساسي لنادي الصفاقسي التونسي، ويلعب 28 مباراة سجل فيهم هدفين. موسم 2012-2013 علي معلول لعب مع الصفاقسي 18 مباراة، والموسم ده كان تقريبا هو وش السعد على علي معلول، وبالتبعية فاز بأول بطولة ليه رسمية في تاريخه كامل مع الصفاقسي التونسي لما فاز في الدوري في 2012-2013، والبطولة يحصل عليها علي معلول، وكان طول الدوري ده ما سجلش غير هدف وحيد بس. يعتبر ده أفضل موسم لعلي معلول لأنه حقق فيه أول بطولة. بينما الموسم اللي بعده موسم 2013-2014 الموسم ده بدأت تزيد عدد مشاركات علي في الدوري وفي البطولات الأفريقية. موسم 2013-2014 علي معلول اللاعب 29 مباراة متقسمة ما بين الدوري وما بين أفريقيا. في الموسم ده سجل 8 أهداف، وبرضه الموسم ده يعتبر من أفقد ومن أسعد اللحظات في تاريخ علي معلول، لأن هو قدر يدخل قدر إن هو يدخل أو يكسب النادي بتاعه أول بطولة إفريقية، وهو لاعب في نادي الصفاقسي موسم 2013-2014 لما فازت الصفاقسي بالكونفدرالية. وبعدها الموسم ده للأسف علي معلول قابل النادي الأهلي في السوبر. النادي الأهلي كلنا عارفين النتيجة خلصت بمكسب أو بفوز النادي الأهلي 3-2 على الصفاقسي، وكان علي معلول وقتها سجل جون في النادي الأهلي ضربة جزاء. من 2014 ل 2016 دي يعتبر كانت طفرة في حياة علي معلول. بينما موسم 2014-2015 أو ما كانش موسم فيه أهداف كتير لعلي معلول، كان هو كل اللي سجلهم على بعضهم 3 أهداف في طول ماتشات الدوري والمشاركات الإفريقية. لكن في 2016 لما قرر المدرب إن هو يغير مسيرة علي معلول تماما، لما نقله من مركز الباك شمال لعبه جناح يمين. الموسم ده علي معلول تألق بشكل ملفت للنظر، لدرجة خلت كل الفرق الأفريقية مركزة معاه ودول الخليج، لدرجة برضه إنه كان جايله عرض من الدوري الفرنسي بسبب تألقه اللافت ده. علي معلول في الموسم 2015-2016 سجل 16 جون مع نادي الصفاقسي التونسي، لدرجة خلت إدارة النادي الأهلي تركز معاه وتلفت انتباه الإدارة ولجنة التعاقدات، علشان أنيس بوجلبان كمان النادي الأهلي بدأ يستفسر منه عن إمكانيات اللاعب، خصوصا إن أنيس بوجلبان كان نص ملعب سابق في النادي الأهلي، وكان اللاعب طبعا سيرته طيبة وحسنة وكل حاجة. أي نعم برضه ما عملش مسيرة كبيرة مع النادي الأهلي، لكن هو لاعب كان على خلق كبيرة جدا أنيس بوجلبان. لما قرر بعدها إن هو يرشح بالفعل علي معلول لإدارة النادي الأهلي، عشان وقتها الإدارة تاخد ليه انا ما اتعاقدش مع علي معلول، خصوصا ان احنا كان وقتها اصلا كنا بنعاني جدا بعد ما كابتن سيد معوض ان هو قرر ان هو يعتزل، وما كانش عندنا في المكان ده غير تقريبا بقينا بنرحل كده كل شويه نجيب صفقه شكل. ما بين 2013 كان مساعدان، ما بين
كابتن احمد شديد ايدان، وما بين كابتن صبري رحيل، وكان طبعا كلهم مش بالامكانيات المطلوبه للنادي الاهلي. عشان يقرر النادي الاهلي في 25 يوليو سنه 2016 قرر النادي الاهلي رسميا يضم علي معلول من الصفاقسي التونسي بمبلغ عمل ضجه كبيره جدا في الوسط الاعلامي الرياضي وعلى الساحه المصريه كلها، لدرجه ان رئيس نادي الزمالك طلع في تصريح شهير ليه قال لك هو انا مجنون عشان اتعاقد مع باك شمال ب 25 مليون جنيه مصري، لان علي الزمالك دخل في صفقه علي معلول وان في مسؤول من الزمالك سافر. لو انت راجل قول لي اسم المسؤول اللي سافر. هو انا مجنون اخد باك شمال ب 25 مليون؟ امال الباك مين ياخده بكام؟ انا مش فاهم. وانت يعني رغم ان علي في الموسم ده كان او في البند في التعاقد بتاعه مع نادي الصفاقسي التونسي كان محطوط ليه شرط جزائي مقدر ب 500 ألف دولار بس. النادي الاهلي حاول ان هو يسدد الشرط الجزائي وحاول يقنع علي معلول ان هو يسدد الشرط الجزائي عشان علي ينضم ب 500 ألف دولار، لكن اللاعب رفض تفعيل الشرط الجزائي، وقرر وهو طلب من اداره النادي الاهلي ان هم يتفاوضوا احسن مع اداره الصفاقسي التونسي عشان النادي الاهلي برضو يتفاوض مع اداره الصفاقسي التونسي، وقرر رفع القيمه عشان يضم علي معلول بمبلغ 750 ألف دولار، وكانت أغلى صفقة مدافع أو باك شمال في تاريخ الدوري المصري وقتها. وبانضمام علي معلول للنادي الأهلي بعدها على طول يكون خلاص أنهى مسيرته كاملة مع نادي الصفاقسي التونسي، وهو حاصل على بطولتين بس، هما بطولة الدوري التونسي وبطولة الكونفدرالية وبس. عشان